عايزين نعمل افكت لينس فلير. هنحط الصورة فين؟ دي هنا كده زي ما اتفقنا. نحط الصورة بعد كده نحطها يعني كان المكان فين، ونتك على انتر. ماشي. عايزين الاسود يختفي، هنعمل ايه؟ هنروح هنا في البلند مود، هنخليه سكرين عشان نسيب اللون بس. تمام تمام، الاسود اختفى فعلا ولكن سايب لنا زي اثر كده، فهنعمل ماسك. نروح للبرش، هنا البرش البيضة، عايزين بس نكبر البرش كده. دي البرش البيضة، تك على اكس بحيث ان احنا نجيب البرش السوداء ونمسح هنا بس كده شوية. بس موضوع ابسط من البساطة. ممكن بس ايه تمسح حتة هنا كده وتقلل الافكت ده شوية. موضوع بسيط جدا، ابسط من البساطة. طيب ايه تاني؟ يعني ايه تاني ايه؟ او قبل ما اقولك ايه تاني، تعال اقولك انا جبت الصورة دي منين. ده موقع اسمه بيكساباي، ممكن تنزل عليه الافكتات اللي انت عايزها زي اللينس فلير زي ما احنا قلنا او زي ما احنا اتكلمنا عليه من شوية. وده الموقع اللي انا جبت منه اللينس فلير. يعني ممكن تجيب منه اللينس، شكل اللينس فلير اللي انت عايزه وتحملها وتحطها في الصورة بتاعتك بنفس الطريقة بالظبط. وفي كمان فيديوهات ممكن تحطها في الفيديوز بتاعتك وتعمل لها بوست برودكشن. ولو فعلا عايزين نتكلم على حتة الفيديوز في البوست برودكشن بشكل اكبر، اكتبوا لي في الكومنتس. تمام، ممكن مثلا تكتب هنا بوكيه لو انت عايز افكت بوكيه، بوكيه افكت. هيجيب لك شكل مثلا ايه بوكيه زي ده او ده او ده او ايا كان. ممكن تحطه وتخليه البلند مود بتاعه سكرين وتخففه شويه في الصوره، هتلاقيه بقى شكله الطف يعني. ممكن بدل ما تعمل دوست في بلندر بالبارتكلز او في اي برنامج يعني، ممكن تجيب دوست من هنا زي ده كده او ده او ايا كان الشكل، وتركبه في الفيديو بتاعك او تاخد منه فريم وتحطه في الفوتوشوب او ايا كان. ممكن بدل ما تعمل فوج مثلا في بلندر او في ايا كان، تعملها هنا وتاخدها وتظبط البلند مود بتاعها. انا كنتش حابب اقول اسمها قوي او ما كنتش حابب اكتب اسمها قوي تحديدا يعني، ولكن مثلا اللي هو ايه زي دي كده. ممكن نفس الكلام في الدخان ده. وفي طريقة تانية في الدخان آه، اللي هي كانت انهي واحدة هنا مثلا، اللي هي دي. انا شرحت لك ازاي تقدر تعملها بالتفصيل في البوست برودكشن بتاع المشروع ده. وكمان المشروع ده كان فينا برضو شوية دخان كده، قلت لك ازاي تقدر تعمله بالتفصيل. طبعا انت حسب ما فهمت دلوقتي قدامك طريقتين، يا اما بالبرش زي ما عملت في البوست برودكشن بتاع الفيديو الاصلي بتاع المشروع ده والمشروع التاني، يا اما تجيب صورة بي ان جي او ايا كانت من الموقع ده. هنا مثلا تكتب سموك كده، وتجيب اي دخان من دول وتدخله وتظبط البلند مود بتاعه وبرضه تظبطه بالماسك ونفس الكلام. طيب احنا لسه ما خلصناش الفيديو، ولكن عامة كنت عايز اوريك شوية حاجات فيديوز قبل البوست برودكشن وبعد البوست نتيجتها عاملة ازاي. وهي عامة بتبقى نفس التكنيك. بص هنا الفيديو ده كده، الفيديو ده زي ما انت شايف الص- الالوان مش مظبوطة، محتاج كونتراست شوية بدل ما هو الحاجات كلها على بعضها فلات كده. ففي البوست برودكشن ده وانا بعمل انريل عامة، ظبطت الدنيا شوية، ظبطت الالوان. مثلا ايه شوية الوان هنا لطيفة كده، اصفر مع الاخضر، في كونتراست، في فينيات كده شوية، وهكذا. ظبطت مثلا هنا اللون الاحمر شوية مع سنة ازرق كده عشان يعملوا كونتراست مع بعض. نفس الكلام هنا. ده بعد البوست برودكشن هتلاقي فيه شوية فينيات برضو. الاخضر مظبوط وهكذا، مش مظبوط 100% طبعا يعني، ولكن الى حد ما شكل. على عكس مثلا هنا الدنيا برضو فلات شويه. نفس الكلام في الريندر كده، عارفين ده بتاع الانيميشن. هتلاقيني ايه الدنيا سايحه على بعضها شويه. هنا الدنيا بدات تبقى احسن بكتير، حتى عملت نفس الصوره بتاعه اللينس فلير،
بحيث انها ايه تديني شكل الطف، وخليتها تلف على افتر افكتس. وانا شارح البروجكت ده على في البلاي ليست دي، هبقى اسيب لك برضو اللينك بتاعها في الاي.